بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بالتحية الخالدة على مر الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حالة جديدة، وكل يوم بتشوفوا معايا حالة جديدة. السبب فيها إيه؟ مواطن هنسمع حكايته مع بعض، ولكن حكايته والله غريبة. ممكن تعرفنا بنفسك؟ عبد الرزاق عبد الله. شغال ايه يا عم عبد الرزاق؟ شغال سواق. انا شفت رخصتك منتهيه. منتهية عشان ما فيش فلوس اجددتها ومنتهية من 91 كمان. وسافرت ليبيا واشتغلت وكافحت وجيت هنا قعدت في البيت ده، واخد بال حضرتك، وكنت لسه فلوسه كانت معايا بس لسه ما كتبش العقد مع صاحبه. جه واحد اسمه وليد الشبراوي جه عامل لي قضية، خدني عمل لي 5 أذون نيابة من غير انا ما اعرف، وخدني. بعد ما رحت الجسم معاه عمل لي 5 قواضي، من ضمنهم ما فيش حاجه عليا. في مكنه كانت عندي عطلانه، جبت صاحبها اسمه محمد نسي عديل يعني اخويا انا، وربيع اسماعيل، واخد بال حضرتك. جبنا المكنه، قال ما قلتش دي سارقها هحبسك. بالراحه بس عشان افهم. انت كنت صاحب بيت على الشارع؟ كنت صاحب بيت على الشارع. انت دلوقتي مأجر اوضه وقاعد فيها؟ قاعد مأجر اوضه. طيب، وانت صاحب البيت في الفتره دي ايه اللي حصل؟ اللي حصل راجل جار مني عامل فرح، وقفت معاه وانا ماشي ما يرضي الله يعني، وخلي بالك ماشي، وقفت معاه في الفرح وتمام التمام. بصيت لقيت لك ايه، طبعا جه وليد الشبراوي، طبعا اللي كان طبعا بخش اي فرح يبوظه ويكسر اللي فيهم، واخد بالك. مين وليد الشبراوي؟ اللي هو ضابط مباحث جسم المرج. كان بيخش اي فرح يبوظ؟ اي فرح، اول ما يعدي كده ناحيه الفرح يكون الفرح يبقى ما فيش حد خالص فيه. طب ليه؟ كده، ده كان وضعه كده. وينزل كمان بالكرباج، كان معاه كرباج. ضابط مباحث بينزل الشارع بكرباج؟ ينزل بالكرباج، اقسم لك بالله والله. ده حاجه شفتها. في سنه كام؟ ده حاجه من ضمن، انا مشيت معاه ساعه ما هو طلع لف بيا المباحثين، بيجي يعدي على الفرح في الشارع كده، بص الاقي الناحيه الثانيه الناس كلها ولت، يجي محلق عليه، نبص نلاقي الكراسي فاضيه. كل فرح كان ينزل فيه يعمل كده. الكلام ده سنه كام؟ الكلام ده اديله بتاع وقت 8 سنين 9 سنين بالظبط، 9 سنين. وكان بيخش اي فرح يوم جاي مبوظه؟ اي فرح يخش يبوظه. انا جاب لي 25 واحد يعرفوني، بصيت فيهم انت عرفني، دي عرفني، ما اعرفش انا فيهم حد خالص. جابهم لي معايا في القضيه، دول كانوا بيشتروا مني.